الصلاة على الحبيب المصطفى. الله أكبر. أيوة. اللهم صل على النبي. جوسي جوسي جوس. الصلاة على النبي. تعالوا نحضر الأوردر دوت. بسم الله. الصلاة على الحبيب. بسم الله. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي. تعالى أقول لك إن الطلب دوت الكيلو منه ب 700 جنيه. يلا بينا في سلسلة اعمليها في البيت وما تشتريهاش مني، وما تنسيش إن الحاجات دي بتتعمل لك بكل حب. يا رب يا رب بتحط لايك الفيديو ده وهي نكون عند سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ ونقول بسم الله. كل واحد وليه التخصص بتاعه. تخصص كل واحد يتكلم في تخصصه. يلا بينا. يلا احنا كده معانا الطرب اهوت، عشان انتوا هتذبحوا في العيد وهتطلعوا المنديل ده. هم هيذبحوا خرفان ان شاء الله، ربنا يفرجها عليهم. احنا ان شاء الله هنعمل معانا طرب النهارده. عندنا الطرب بتاعنا اهوت، هنقطع الطرب بتاعنا. بص بقى التقطيعه دي اهي، بصي وريهم منجيل. ايوه الكعكه بتاعتنا هي زي ما احنا شايفين. بصوا ده الحجم اهو، ده الحجم بتاع المنديل. هتقطعيه قطعه قد دي اهي اهي بصي احنا شايفين كده. بصوا هو بيقطع كده، لما بنيجي نطلع الاوردر بنقطعه كده. معانا طبعا الكفته بتاعتنا. طبعا في ناس الكفته بتحب انها تخليها ساده، لا احنا عندنا الكفته بتاعتنا هنحط عليها سنه بصله صغيره كده. الكفته يعني دي جاهزه من عندنا من المصنع اللي احنا بنبعتها لك في البيت. هو بقى بيعمل اضافه عشان هو ما شاء الله عليه، الله اكبر ما شاء الله. نفس. حط عليها بصلايه مبشوره. ايوه شويه وحط شويه من البقدونس. بقدونس مش كزبره، بقدونس. وهي ايه مكسها كده في قلب بعضها. دي زياده، لما الكفته تروح لك هتحطي بصلايه وبقدونس. ما ينفعش اللي انا الخلطه اللي انا عملتها دي عندي يوم، مش هينفع. دي بستخدمها وقت ما اجي بعمل الطرب بتاعي. يعني لازم لما تيجي تعملي الكفته تعمليها في وقتها، ما ينفعش تتشال في الفريزر بعد ما تحطي عليها البصل. طب ليه ما ينفعش يشيلوها بعد ما يحطوا عليها البصل والبقدونس؟ الكفته لو قعدت في البصل والبقدونس هتريح من ناحيه، الناحيه الثانيه هتفرول من بعض. فلازم ايه وقتي، الشغل ده يبقى وقتي. العيش لخبازه. طيب احنا كده معانا الطرب، صباع الطرب معانا اهو. بسم الله. حته الكفته اهي بسم الله. دي كام جرام تقريبا؟ تقريبا هيبقى 75 جرام او 70 جرام 65 جرام في الحدود دي. حته الكفته معايا اهي زي ما احنا شايفين في الطرب. هنبتدي نقفل الطرب بتاعنا كده. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. ونقفل من هنا كده الصلاة على النبي عشان الطرب ما يفكش مننا. لا لف كده الكاميرا وريهم القفله دي اهي. بص كده قرب يا مالك من هنا كده. قرب يا مالك. وبرده الناحيه الثانيه بصوا القفله دي. الصلاة على النبي. لا وريني كده الصباع ده. بصي القفله اللي هو قفلها اهي كده. الصلاة على النبي. طيب معانا حد مش عارف يمسك صباع الطرب كده ويلف على الايد، هنحط كده. قرب عليه وهو بيعمل لهم الحته دي. حته الكفته معانا اهي، هنبتدي نلف ونقفل من هنا برده كده عشان صباع الكفته بس يعني تقرطي عليه وانت بتلفيه عشان ما يسيبش منك اهو كده. صباع الطرب معانا حلو كده. في ناس كتير بتعتقد ان الطرب ده لما بيجي يتشوي بيتشوي خلاص بعد ما بيتلف كده. انا بقول لك اهو قدامه، هو ما بيلفوش كده وخلاص ويحطوا على بتاعه. دلوقتي التتبيله اللي هو لسه هيحطها فيها. معانا الخلطه بتاعتنا النهارده دي عباره عن ايه؟ ده بصل، طماطم، شويه فلفل اسمر، معانا شويه ملح، سنه بهارات بسيطه. ده 7 بهارات يعني. دي عشان هنتبل الطرب بتاعنا. هنبتدي نحط الطرب بتاعنا كده ونقلب الطرب بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. ليه بقى؟ عشان حضرتك ده بيدي طعم في بعد التسويه او في التسويه بتاعت الفحم. نبتدي بقى الطرب بتاعنا. عندنا طريقتين للطرب. هو كده ماسك سخين. انت أيوة. في البيت هتجيبي الخله الخشب الكبيره التخينه من عند اي محل بتاع مستلزمات حلواني او اكياس بلاستيك والكلام ده. نفس السخين دول بس يكونوا خشب. دي كده طريقه من ضمن الطرق اللي بنحط الطرب بقى على بيدخل النار. الطرب بالعرض ده كده. طب لف كده ايدك عشان يشوفوها. ايوه كده. بص كده اهي صباع الطرب اهو. لف بقى ايدك كده عشان يشوفوها. بحط الطرب كله ورا بعضه. ليه؟ عشان السياخ ما توسعش مني. خلي بالنا من الموضوع ده. عشان ايه؟ السياخ ما توسعش مني. يعني الطرب كده هندخله كله ورا بعض وبعد كده هننزل بيه واحده واحده كده. الصلاة على النبي. معانا الطرب بتاعنا حلو زي ما احنا شايفين كده. تكوني مولعه الفرن على درجه حراره 220 اعلى حاجه عندك في الفرن. ولو الفرن عندك بتولع فوق وتحت يبقى يا سلام. هتجيبي شويه ميه في قلب الصاج كده اهو، تحطي فيها ببقيه التتبيله اللي اتبقت منك من الطرب كده اهو اهي، اللي هي ميه البصل اللي هي البصلايه والطماطمايه كده. يلا بسم الله. وهنروح ماسكين السيخ دوت عاملينه كده اهو. ايوه بالظبط كده. بالظبط كده. مدخلاه الفرن وتروحي مدخلاه الفرن. تمام. طب معلش الناس اللي بتشوي على الفحم، انت قلت لي معلومه جوه ان الفحم لازم يكون ايه؟ هادي عشان الفحم بيبقى عندي تحت الطرب بالذات بيبقى هادي. ما اجيبش النار اولع احطه تحت الطرب. الطرب هيحرق من بره او هيسود من بره، من جوه هيبقى ني. لازم تبقى النار هاديه تحت الطلب بتاعي. يلا ده كده هيخش على الفرن. يلا بينا
بسم الله، اللهم صل على النبي، الصلاة على النبي. الله أيوة. أكبر، اللهم صل على النبي. الناس الأكيلة هي اللي هتعرف ده. جوسي جوسي جوس. يا رب تعملوه بألف هنا وتجربوه. دمتم في أمان الله وأشوفكم على خير.